هاي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله كده هنعمل فيديو سيلف كير كده بعد يوم طويل من الشغل. الواحد عايز كده ياخد ريست وكده ياخد باله من نفسه شويه. فتعالوا اقول لكم بقى هنعمل ايه للعنايه بالذات بعد يوم طويل. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، دوسوا على زرار الجرس عشان كل الفيديوهات الجديده توصل لكم. انا حابه قبل ما ابتدي معاكم الفيديو اقول لكم انه الحقيقة يعني لو انت هتطلعي بحاجة واحدة بس من الفيديو ده، هو انك تعملي الحاجة اللي انا هقول عليها دي. لما ترجعي من بره لازم لازم تغيري الاندر وير بعد طبعا ما تنضفي المنطقة. والله العظيم دي، يعني انت بس لو عملتي دي بس يعني هتفرق معاكي. مش عايزة اقولك ازاي في نفسيتك حتى، وكمان عشان النظافة الشخصية والصلاة وكده. فتاني بقول انتي لو هتطلعي بحاجة واحدة من الفيديو ده لازم تغيري الاندر وير لما تكوني خارجة مشوار طويل يعني وراجعة، لانك على الاقل هتعرقي. فكده ايه، تخليك كده بنت نظيفة ونشيطة كده وحلوة، وتخشي الحمام تظبطي الدنيا وتلبسي اندر جديد. والله العظيم هتفرق جدا في نفسيتك. تعالوا بقى نخش على المنتجات، بس ما تنسوش نعمل ايه. الاندر بيتغير مرة واحدة بس في اليوم، ده على الأقل. على الأقل، أنا مش عايزة أكتر وأقول مرتين، بس خليها مرة واحدة بس لما تبقي راجعة من بره. حتى لو قاعدة في البيت والله برضو لازم تغيريه ولو مرة واحدة، لازم. وفي المرحلة دي مرحلة غسيل المنطقة، أنا برشح لكم الصابونة دي RM. كلمتكم عنها كتير وطلعت في مفضلاتي في 23 وهي مفضلات 24 برضو. بصوا جميلة ازاي، سعرها حاجة و30 جنيه، كلينزنج سوب يعني ممكن تستخدميها غسول للوش. وعامة انا كنت عملت لكم ريفيو مفصل عنها، هسيب لكم اللينك بتاعه في الاي فوق. فدي حلوة جدا جدا جدا، تقدري تنضفي بيها المنطقة، ما بتسببش حساسية. هي اصلا معمولة علشان لو انت عندك حساسية او حاجة فما تقلقوش منها خالص. دي من وصفة لدكتور ليا. الصابونة الواحدة هتقعد معاكي شهر ويمكن أكتر كمان، وب35 جنيه. فاستخدميها لتنظيف المنطقة كويس جدا، وبتنشفي المنطقة كويس جدا، وبعدين بتلبسي الأندر وير بتاعك. خلصنا طبعا ما كده مرحلة البيكيني اريا. اللي أنا عايزة أقوله إنه طبعا في الصيف هناخد دش، في الشتاء صعب قوي حتى عليا إن أنا أخد دش كل يوم، يعني صعب قوي. فالشابة الحلوة الجميلة اللي بتتجدد كل يوم، دي تبقى طبعا أساسية معانا. هنخش بعد كده بقى على مرحلة تسليك الشعر. أيوة، لما بترجعي من يوم طويل يعني في الشغل وكده، بنسرح الشعر بتاعنا بالمشط الخشب الحلو بتاعنا. وبنستخدم بقى ايه، اي حاجة من المنتجات اللي انا هقولها لكم دي بقى. يعني اوكي، لو انت عندك منتجات تانية انت مرتاحة عليها اوكي، انا بديكم امثلة. ممكن لو انت شعرك بيحب بديل الزيت اللي هو بيحب يعني كريم اللي هو بيبقى شعر كيرلي قوي ده، ممكن ده حلو من لوريال. ده كان ب100 جنيه. بيرطب الشعر وتأثيره بيقعد مثلا يعني شوية، مثلا يوم يومين كده ولا حاجة. اما بقى لو انت شعرك بيحب الزيت زي اي نوع زيت مش هتفرق. ده من فاتيكا، انا جبت منهم النوعين دول رخاص وبيقعدوا كتير، يعني دي تقريبا بقى لها معايا شهرين ولسه فيها شوية بقى بستخدمهم. فاستخدميه عشان بالذات لو انت عامله روتين لتطويل شعرك زيي، فاطراف شعرك لازم تعمليها كويس، وتكون مترطبه عشان تطول معاكي. وطبعا بتقصي شعرك كل مثلا كل شويه كده، كل شهر ولا حاجه تقصي شويه، ان شاء الله حتى نص سنتي. ده برضو بيساعد انه يطول تاني. خلاص. ده كان ب20 جنيه وبيقعد فترة طويلة، يعني متقلقوش منه خالص. في فئات كتير للزيوت، انت عايز عندك حاجة اكتر من كده براحتك. نسيت اقول لكم على مرحلة غسيل الرجل وما بين الاصابع والكعب بالاداة دي. انا مش عارفة اسمها ايه بصراحة، بس هي بتبقى الومنيوم كده، اللي هو اللي جوه ده القلب اللي في النص ده بيبقى الومنيوم، بتنضف حلو جدا وبتنعم وبتشيل كل الجلد الميت. الخطوة دي ضرورية. وما بين الاصابع كمان بالذات بقى لو بعد ما عملتي كده خرجتي ورشيتي اي سبراي ما بين الاصابع، هتروح في حتة تانية والله العظيم يعني تأثيرها ولا المخدرات.
أنا مش من هواة الbody lotion، بس الحقيقة أنا ممكن أستخدمه في حالة واحدة بس، إن أنا عايزة يعني كده إيه، يعني أروشن نفسي كده وأدلّع نفسي كده يعني مرّة كده في الشهر والّا حاجة. عندنا كمان في الفئة دي أنا بارشّح فازلين ده body lotion لبشرة جافة إلى الجافة جدًا، 72 ساعة من الترطيب مش للدرجة دي، هو أقل من كده لكن حلو. أحلى حاجة فيه ريحته بصراحة، ريحته تحفة. بنغسل بيها وشنا، باحبها أوي، بيقولوا بتعمل الكولاجين في البشرة، فباستخدمها لغسيل الوش. حلوة أوي وبتنضّف حلو جدًا، 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 مع إن الغسول أو الصابونة أيًا يكن اللي أنتِ بتستخدميه لبشرتِك، هي وظيفتها إنها بتشيل الأتربة، بتشيل الغبار لو لزق في الوش، يعني هي وظيفتها تنضيف البشرة فعلًا من الأوساخ والأتربة اللي في الجو، واللي بتمنع تكوّن الرؤوس السودا. فدي الوظيفة للغسول، وما بنغسلش بشرتنا كل يوم على عكس ما الناس بتقول، لأ مش لازم كل يوم، ممكن مرة مرتين في الأسبوع كفاية أوي. غسلنا وشنا أكيد هنرطب، واختيار غريب مني اللي هو من كليو سان جل، ده بالهيالورونيك أسيد. أنا باستخدمه، أنا باحب الحاجات المصرية دي باستخدمها كمرطب، وزي ما أنا ما باقول لكم دايمًا هي تنفع كمرطب ما تنفعش خالص للصيف. الصيف عايز حاجة زي بايوديرما، ده كويس أوي للصيف لو أنت عايزة sun screen يعني. كليو ده بالهيالورونيك أسيد أنا باستخدمه كمرطب، فبعد ما نضفنا وشنا بنستخدمه كمرطب، هو قوامه مائي، بيتشرب بسرعة جدًا وبينعم الوش جدًا، 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 خفيف، خفيف، خفيف يعني هيعجبكم، والبشرة الدهنية هيعجبها إن شاء الله يعني. طبعًا قبل ما نعمل الخطوة بتاعة تنضيف الوش دي، إحنا بتاعة الكريم ده بنكون غاسلين إيدينا كويس جدًا، 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 وحاطين الكريم بتاعنا اللي هو ده اللي هو ده أنا إيفون طلعته لكم قبل كده، ده كان ب75 جنيه. إيفون كير ده هو الحقيقة بيدي tropical fruit يعني فاكهة استوائية، هو بيدي ريحة أكتر مما هي بتدي ترطيب. لو أنت عايز حاجة ترطيب لأ، في حاجات تانية، لكن أنت لو عايزة ريحة، هو بيرطب شوية صغيرين بس مش حلو أوي في الترطيب الصراحة، لكنه حلو حاجة كده إيه، تحطيها على إيدك تخلي إيدك ريحتها حلوة. آخر حاجة عايزة أقول لكم عليها هو إننا بنغسل سنانا بدبور هيربل، ده معجون سنان حلو أوي 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 أوي، ده بيفتح الأسنان درجة واحدة أو درجتين من أول استخدام. جربوه هتدعولي، هو كان ب50 جنيه وكان جاي معاه كمان الفرشة هدايا، يا بلاش. ده كانت كل حاجة للنهاردة، ده نهاية الفيديو، إن شاء الله يا رب أشوفكم في فيديوهات تانية، ومتنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، دوسوا على زرار الجرس. باي.